شهادة ال FMAA أو Financial Managerial Accounting Associate، شهادة جديدة مقدمها معهد ال IMA اللي بيدي شهادة ال CMA، ودي من أشهر الشهادات المهنية الموجودة. طب المعهد منزل الشهادة دي بيخاطب بيها مين؟ بيخاطب بيها السينيور أكاونتنتس أو الفريش جراد أو حتى الطلاب، وممكن كمان الناس اللي عندهم بيزنس ومش فاهمين داير ازاي ماليا، ممكن ان هم يدرسوا الشهادة دي ويعرفوا البيزنس بتاعهم ماشي ازاي. طب مكونات الشهادة دي ايه بقى؟ جزء منها محاسبة مالية Financial Accounting، وجزء منها Financial Analysis ازاي تحلل القوائم المالية، وجزء منها كمان السايكل كلها بتاعت المحاسبة بتمشي ازاي على اي سيستم، تبقى عارف من اول خطوة لاخر خطوة. يعني يا جماعة الجزء ده بيبتدي معاك من الصفر، بعد كده بيخش معاك في internal control. الانترنال كنترول بقى ازاي تراقب على اي عملية جوه الشركة تشغيلية، اي operating cycle يعني. وكمان هتعلمك مبادئ التكاليف، سواء اذا كنت شغال في شركة خدمية او حتى شركة صناعية. وبعد ما تخلص كل ده بقى هتدخلك على التخطيط والموازنات، وبعد ما تخلص جزء التخطيط او تشتغل في اداره التخطيط لو انت عايز تاخد فكره ازاي بتتعمل الموازنات، هتدخلك بعد كده في المانجيريال اكاونتنج او المحاسبه الاداريه وازاي تتخذ القرار. يعني بتعلمك مبادئ المحاسبه الماليه والاداريه باختصار. وبتختم بقى بجزء الاثكس اللي هو اخلاقيات المهنه، ودي بقى كتيب خاص نزل في امريكا بيعلمك ازاي اخلاق كل عمليه او كل مهنه او كل وظيفه انت بتشغلها جوه الشركه. انا مش عايز ابالغ يا جماعه لو قلت ان ال FMAA فيها تقريبا معلومات كتيره جدا من شهادات مهنيه تقدر تساعدك انك تكمل وتاخدها. اشهرهم ال CMA نفسها، لان فيها معلومات تكاد تقارب او تكاد تتطابق مع اللي في CMA. وكمان هتنمي مهارتك في اللغه الانجليزيه، يعني هتزود ان انت تقدر مستواك يرتفع في اللغه الانجليزيه، ودي تعتبر بالنسبه لك حاجه مهمه جدا، لان الشغل دلوقتي او اللغه بتاعت مجلس اداره اي شركه هي اللغه الانجليزيه، دايما بيتكلموا مصطلحات باللغه الانجليزيه، فتقدر تبقى فاهم هما بيقولوا ايه. انا عايز اقول ان ال FMAA فيها كميه معلومات ضخمه جدا تقدر تاهلك ان انت تعلى بمهنتك، سواء كنت حتى مالي او عايز تفهم المالي ده شغال ازاي. وهتاهلك ان شاء الله كمان ان انت تدرس شهاده قويه جدا زي ال CMA.